ازيكم؟ انا هاجر. فيديو جديد وقصة جديدة، صلوا على النبي ويلا نبدأ. قصتنا النهاردة من على احد المواقع. بطلة حكايتنا بتقول: انا جميلة، عندي 26 سنة ومن بلد عربي ومتخرجة من كلية تربية، بس ما اشتغلتش بشهادتي بعدها. وجاسر جوزي عنده 35 سنة، وبصراحة هو قمر، عيونه ملونة وطول بعرض، وبيشتغل مهندس، وكنا بنحب بعض من واحنا صغيرين. نسيت اقول لكم ان احنا ولاد عم. المهم اتجوزنا، وأول ما جاسر عرف إن أنا حامل فرح جدا، بس للأسف عشان إحنا ولاد عم زي ما قلتلكم حصل ما كنتش أتخيله أبدا. قصتي ابتدت لما كنت عند الدكتورة وبطمن على الحمل. قلت لها: هي يا دكتورة إيه الأخبار؟ قالت لي: للأسف الولد مش باين له ملامح. قلت لها: إزاي يعني؟ مش فاهمة. قالت لي: هو أنتوا قرايب؟ قلت لها: ولاد عم. قالت لي: انا اسفه بس. قلت لها: بس ايه يا دكتوره؟ قالت لي: الجنين مشوه. سمعت الكلمه دي قلبي وجعني. بصيت لجاسر وبعدها بصيت للدكتوره وقلت لها: يعني ايه؟ يعني ايه الولد مشوه؟ قالت لي: طبعا انتوا سامعين عن جواز القرايب، وللاسف الولد ده مشوه وممكن كمان يطلع بمشاكل عقليه. قلت لها: ممكن يا دكتوره تفهميني اكتر؟ ما كان من الأول كويس وانتي قلتيلي إن الولد كويس وما فيهوش حاجة خالص. قالت لي: أيوه، كان في الشهور الأولى وكانت كل التحاليل كويسة جدا، بس مع دخولك في الشهر الخامس كانت بدأت أجزاء في الطفل تكبر، وللأسف كبرت مع تشوهات في الجسم، وما نقدرش نستبعد إن ممكن يكون في مشاكل في عقله كمان. وقتها فعلا الكلام ده نزل عليا زي السهم، ما كنتش قادرة استوعب الفكرة أبدا. بعدها جاسر اتكلم وقال لها: تنصحينا بإيه دكتورة؟ قالت لي: للأسف الإجهاض. قلت لها: إيه؟ لا طبعا، مستحيل، مش بعد كل ده وموته. قالت لي: أنا آسفة يا مدام، بس انت لازم تجهديه، لأن أصلا الحمل مش هيكمل، ولو حتى كمل الطفل هيطلع ضعيف، ولو كبر هيأثر على نفسيته جدا. أنا آسفة، لازم تجهدي. المهم بعدها مشينا ورجعنا على البيت وأنا منهارة ومش مستوعبة اللي بيحصل. فعلا حاجة صعبة جدا إن طفلك الأول يطلع مشوه. المهم وقتها لاحظت إن جاسر كان ساكت طول الوقت وما تكلمش ولا كلمة. قلت له: أنا دموعي نازلة، انت ساكت ليه؟ قال لي: عايزاني اقول ايه يا جميلة؟ قلت له: قول اي حاجة، هون عليا، ما تفضلش ساكت كده ارجوك. قال لي بكل هدوء: عايزة اقول لكم ان جاسر من الاشخاص الهادية جدا اللي مش بتتعصب بسرعة ومش بتبين حزنها قدام حد، ولكن دي حاجة تخلي الواحد عايز يقتل نفسه. قال لي: جميلة. قلت له: نعم. وانا كنت حاسة بنار جواي. قال لي: انت طالق. وقتها اتصدمت صدمة كبيرة، ما كنتش متخيلة ان هو ممكن يطلقني، ده اكيد مش حقيقي. قلت له: انت بتقول ايه يا جاسر؟ هو انا اللي سمعته ده صح؟ قال لي: ايوه صح يا جميلة، دلوقتي انت هتجهدي مش هتجهدي ده مش هاممني، تقدري تلمي هدومك وتمشي، ورقة طلاقك هتوصلك قريب كمان. بجد اتصدمت ان جاسر ممكن يعمل كده فيا، والحب اللي كان ما بينا، احنا متجوزين عن حب، يعني ده كله راح خلاص؟ لا، وكمان سابني في ضيقتي ووجعي ده، وكمان بيطلقني. المهم رحت لميت شنطة هدومي وكنت لسه همشي. قال لي: استني اوصلك. قلت له: لا شكرا، هروح لوحدي. لقيته برقلي وقال لي: انا قلت هوصلك يعني هوصلك. استسلمت ونزلت معاه وركبت معاه العربية، وطول الطريق وانا كنت ساكتة ودموعي بتنزل في صمت. المهم وصلت بيت اهلي وهو مشي على طول، وطبعا أنا ما سلمتش من أسئلة أهلي، وساعتها قلت لهم على كل حاجة. قعدوا معايا وفضلوا يهدوني. أنا فعلا من غير أهلي ما كنتش عارفة أنا هعمل إيه. أهلي حاولوا يكلموا جاسر واتجمعوا في كذا اجتماع عائلي عشان يشوفوا الموضوع ويحلوه، وأنا وقتها كنت عملت العملية وأجهضت الجنين، وكنت منهارة إن في الآخر بقت الروح. كل اللي أنا كنت عارفاه إني مش عايزة حاجة تربطني بجاسر تاني طول العمر، لأن لحد دلوقتي ما لقيتش سبب مقنع لكل اللي عمله جاسر معايا. مفيش غير سبب واحد بس بالنسبة لي، إن هو خايف ما يخلفش، أو حتى لو خلف يخلف طفل مشوه. المهم عدى 3 شهور على العدة وهو مردنيش ليه. كنت حاسة طول الوقت بوجع كبير قوي في قلبي. هو ليه عمل كده؟ معقول ما كانش بيحبني زي ما أنا بحبه؟ المهم بعدها بكام يوم لقيت واحد اتقدم لي، وده كان جمال. كان متقدم لي أكتر من مرة قبل جوازي، لكن أنا رفضت عشان كنت بحب جاسر. لكن المرة دي وافقت عليه عشان أحاول أنسى جاسر خالص، وأنسى كمان اللي عمله معايا، وأحاول كمان أبدأ من جديد. بس لقيت جاسر اتصل بيا يومها وبيقول لي: هو حضرتك وافقتي ليه؟ قلت له: قصدك إيه؟ قال لي: انت فاهمة قصدي كويس. جميلة، وافقتي عليه ليه؟ قلت له: هو انت عايزني ارفضه؟ قال لي: ايوه يا جميلة، عايزك ترفضيه. قلت له: انا ما بقتش فاهماك يا جاسر، يعني تطلقني
وفي الآخر تيجي تقولي كده؟ أنا فعلا مش فاهماك. قال لي مش مهم تفهميني يا جميلة، لكن اعرفي حاجة واحدة بس، إنك لو ما بقيتيش ليا مش هتبقي لحد غيري، ومن الأفضل ليكي توقفي الخطوبة دي، وإلا هاجي أوقفها أنا. يلا سلام. وبعدها قفل في وشي، وأنا ما بقيتش فاهمة حاجة. مش هو اللي طلقني؟ ليه دلوقتي بيقولي كده؟ طب أدام بيحبني يبقى ليه طلقني؟ أنا بجد ما بقيتش فاهمة حاجة. المهم بعدها حددت ميعاد خطوبتي مع جمال، وبصراحة كنت خايفة شوية من جاسر. هو مجنون وممكن يعمل أي حاجة، بس حبيت أعرف هو هيعمل إيه. المهم جه ميعاد خطوبتي مع جمال، وكنا عاملينها على الضيق كده، مش كبيرة قوي. وأنا فعلا ما كنتش حاسة بأي حاجة غير إني خلاص خسرت. أنا فعلا مش بحب جمال، بس هحاول أحبه لأنه طبعا هيكون جوزي. المهم لبست فستان لونه حلو قوي، طويل كده، وعليه طرحة لونها أبيض. بصيت لنفسي في المراية، بس شكلي ما كانش نفس الشكل ساعة خطوبتي من جاسر، كان شكلي أحلى من كده بكتير. المهم ماما أخدتني ورحت للمكان اللي فيه الخطوبة، وكان في حديقة بيتنا. احنا بيتنا كبير قوي وهو بيت عائلي أصلا، والحديقة كانت متزينة بشكل خرافي، معمولة بالورد الأبيض، وكانت جميلة قوي. رحت لقيت جمال قاعد، وأول ما بصلي بصة إعجاب. اتمنيت وقتها إن يكون ده جاسر، بس للأسف ما كانش هو. رحت عنده وقال لي بجد أحلى عروسة عيني شافتها. ابتسمت بخجل وقلت له شكرا. قال لي شكرا؟ ماشي، شكرا تمشي برضو. يلا يا ستي، يلا عشان نلبس الدبل، ولا ايه رأيك؟ قلت له يلا. المهم قبل ما نروح نقعد على الكوشة، لقينا نور الفرح قطع وكله طفى، ونور البيت كمان طفى، وكل حاجة بقت ضلمة في ضلمة. وكان يومها مفيش حتى قمر في السماء. سبحان الله، كانت صدفة غريبة. وفجأة لقيت حد بيشدني وشالني، وانا كنت بصوت، حط ايده على وشي، اغمى عليا. مفوتش غير وانا على سرير لوحدي في اوضه كبيره قوي ومعرفهاش. بصيت جنبي لقيت جاسر قاعد، كان قاعد على كرسي قصادي. قلت له جاسر انت بتعمل ايه هنا؟ وانا فين؟ وجايبني هنا ليه؟ كان قاعد ساكت وما اتحركش، وبعد لحظات لقيته قام وقرب مني وقال لي بصوت انا عمري ما سمعته منه قبل كده. قال لي مش انا قلتلك وقفي الخطوبه دي؟ كملتيها ليه؟ من نبره صوته وقربه مني بعدت عنه وقلت له بجراءة مش عارفة جبتها منين. قلت له انت مين اصلا عشان اوقف خطوبتي عشانك؟ لقيته قرب عليا اكتر وقال لي في ودني انا جوزك. بعدت عنه وقمت من على السرير وقفت قدامه. قلت له ما تقربش مني تاني بالشكل ده، لانك مش جوزي، انت طليقي، انت طلقتني واحنا دلوقتي غربة عن بعض. قال لي لا، وعلى ايه يا حبيبتي؟ كل حاجة جاهزة، المأذون والشهود وكل حاجة، ومش ناقص غير العروسة. قلت له انت بتقول ايه؟ انا مش فاهمة حاجة. قال لي وهو بيبص في عيني هتجوزك يا جميلة. قلت له هو ايه الهبل ده؟ تتجوزني ايه؟ انت طلقتني بقالك 4 شهور. وقلت بكل برود ادام اني مش هماك تيجي دلوقتي ببرود اعصابك ده وتقولي انك هتتجوزني؟ انا بجد ما بقتش عارفة افهمك يا جاسر. ابتسم وقال لي هتفهمي يا حبيبتي، هتفهمي، بس قبل ده قومي جهزي يلا. قلت له اجهز لايه؟ قال لي جهزي لكتب كتابنا، يلا يا قمر قومي. قلت له لا، ده انت اتجننت بقى، كاتب كتاب ايه؟ انا مستحيل اتجوزك يا جاسر بعد كل اللي انت عملته فيا ده. قال لي كل اللي انا عملته ده عشانك انت يا جميلة. زعقت فيه وقلت له بدموع عشاني تطلقني وتسيبني في وقت زي ده وتقولي كمان اني مش هماك؟ قال لي اه يا جميلة، عشانك وسبتك عشانك، هتفهمي كل حاجة بعدين. اجهزي يلا عشان هتجوزك، اذا كان برضاكي ولا غصب عنك. وبعدها مشي وقفل الباب وراه. قلت لا، ده ايه الهبل ده؟ يعني يطلقني وبعدها عايز يتجوزني تاني؟ ويعني ايه سابني عشاني؟ طب ازاي كده وانا كنت هموت في بعضه؟ لا، اكيد في حاجة غلط. المهم لقيت على الكنبة اللي في الأوضة فستان لونه حلو قوي وعليه فراشات صغيرة، وكان لونه هادي وجميل. انا كنت لسه في فستان الخطوبة. بجد انا مش عارفة اعمل ايه، انا في متاهة ما بين حب الجاسر وما بين اللي عمله فيا. المهم جاسر دخل عليا لاني لسه ما لبستش ولا اتحركت من مكاني. قال لي ايه ده؟ انت لسه ما لبستيش؟ المأذون بره. قلت له انت فاكر اني بالسهولة دي هرجع لك يا جاسر؟ لا، بعد اللي انت عملته ده انا مستحيل ارجع لك تاني. لقيته كشر جامد، وانا عارفة حركة جاسر دي، بيكون متعصب وصابر ومن جواه عايز يقتل الشخص اللي قدامه ده. يعني هيكون حب طفولة و4 سنين جواز من غير ما اعرف جواه ايه. المهم قال لي جميلة البسي احسن لك. المهم قال لي جميلة البسي احسن لك، والا عادي جدا هاخدك بهدومك دي وهنكتب الكتاب برضه، مش هممني هتلبسي
ولا هتتجوزي بفستانك ده؟ تملكت أعصابي عشان أنا حاسة إني شبه اللي ماشي في زفة مش عارف مين العريس والعروسة. المهم سابني ولبست الفستان غصب عني، بس مش عارفة ليه كنت مبسوطة من جوايا، لأني كنت حاسة إن هو مازال بيحبني تقريبا، الله أعلم. المهم أخدني ونزلت وأنا مش طايقة نفسي، كنت حاسة إني غبية. مش عارفة ليه المأذون كان قاعد هو واتنين معرفهمش، وأنا وجاسر بدأنا في كتب الكتاب. وبعدها المأذون قال لي موافقة يا عروسة؟ قلت له لا مش موافقة. لقيت جاسر بصلي بكل غضب، وبعدها شدني في أوضة من الأوض قال لي جميلة الأحسن ليكي إنك توافقي. قلت له شوف بقى يا جاسر، لو إيه اللي حصل في الدنيا أنا مش هوافق، ومش أنا اللي تغصبها على حاجة، وأنا ماشية وعايزة أشوفك أنت هتوقفني إزاي. لما وصلت عند باب الشقة وقفني قال لي جميلة استني، عايزة تعرفي أنا طلقتك ليه؟ لفيت وبصيت له. قال لي طلقتك عشانك، وأنا شايف لمعة عينيكي على الطفل اللي كان هيجي، وكنت في الأول خايف إن الطفل يجي بإعاقة، بس هو حصل، وشفت انهيارك وحزنك عليه كمان، ومحبتش ده يحصل تاني. جميلة أنا ما بحبش أشوف الحزن في عينيكي. قلت له هو ده بقى سبب إنك تطلقني يا جاسر؟ قال لي أيوة يا جميلة، ولما شفتك وافقتي على جمال ده ما قدرتش أفضل واقف بتفرج عليكي. قلت له أنت كنت تقدر وتاخد رأيي، إحنا كنا نقدر نعدي المحنة دي مع بعض يا جاسر، بس أنت قررت لوحدك، قررت إن كل واحد فينا يكمل لوحده، وأنا أسفة يا أستاذ جاسر أنا مش هكمل. وبعدها لفيت وشي عشان أمشي. قال لي أنا عمري ما هتجوزك غصب عنك يا جميلة، بس اديني فرصة تانية. دموعي نزلت وقلت له وبالنسبة لجمال؟ قال لي هو مهم قوي عندك؟ قلت له انت عارف ان هو كان متقدم لي قبل الجواز وما استسلمش وتقدم لي تاني بعد ما عرف انك طلقتني، وانت اللي اديته الفرصة دي يا جاسر، واللي يتخلى عني مرة يتخلى عني 100 مرة. معرفش ازاي فتحت الباب ومشيت وما استنيتش اسمع اي حاجة منه. طلعت وما كنتش عارفة أنا رايحة فين ولا حتى أنا فين، بس اللي يسأل ما يتوهش زي ما بيقولوا. كان المكان اللي أخدني فيه تقريبا كان عمارة بعيدة شوية عن بيتنا. ركبت تاكس ورجعت البيت وقلت للسواق لو سمحت اقف هنا دقيقة وهجيب لك الفلوس. وفعلا دخلت ولقيت كل حاجة زي ما هي. دخلت البيت والزينة لسه متعلقة، لقيتهم قاعدين بيبكوا، وماما أول ما شافتني جريت عليا أخدتني في حضنها وقالت لي أنت كنت فين يا جميلة؟ أنا خفت عليكي قوي يا بنتي. قلت لها ما تخافيش يا ماما أنا بخير، بس حد يطلع يشوف أجرة السواق دي. قالت لي سواق إيه يا جميلة؟ أنا مش فاهمة حاجة. قلت لها شوفوا بس الراجل بره عشان واقف مستنيني، وبعدها هفهمك كل حاجة بعدين. لقيتهم كلهم قربوا مني و100 سؤال نزل فوق راسي. حكيت لهم كل حاجة ومخبتش عنهم أي حاجة خالص. كانوا عايزين يبلغوا الشرطة بالموضوع، بس أنا رفضت حاجة زي دي لأن بعدي عنه عقاب أصلا ليه لوحده. وبعدها طلعت ارتاح من كل حاجة حصلت لي اليوم ده. بس أحلى حاجة في الموضوع إني حسيت إن أنا أخدت حقي منه. المهم مرت الأيام وتحدد بعد شهر كتب الكتاب والفرح في نفس الوقت، وطبعا ده جوازي من جمال اللي عرفت من أهلي بعدها إنه قلب الدنيا عليا وكان هيتجنن عليا وبيدور عليا في كل مكان. ومعرفتش أي حاجة عن جاسر بعدها غير إنه اتجوز، وأكتر من كده معرفتش. المهم كتبنا الكتاب، وساعتها جمال قال لي ألف مبروك يا جميلتي. قلت له الله يبارك فيك. وبعدها أخدني في حضنه وبس راسي بكل حب. قال لي أنا بجد أسعد إنسان في الدنيا دي كلها. ابتسمت بخجل وما ردتش عليه. قال لي هتفضلي ساكتة كده كتير؟ قلت له عايزني أقول إيه؟ قال لي لأ ولا حاجة. المهم رحنا على بيتنا الجديد، وبعدها دخلنا وقال لي تعالي عايزة أقولك على حاجة. مسك إيدي وقعدني على الكنبة وهو كان قاعد جنبي. قال لي انت تعرفي أنا بحبك من إمتى؟ هزيت راسي بلأ. قال لي أنا حبيتك من 7 سنين من قبل ما تتجوزي، وانت أصلا ما كنتيش شايفة قدامي غير جاسر وبس. كنت بموت في اليوم 1000 مرة، ولما سمعت بجوازك منه حسيت بوجع كبير في قلبي. حسيت إني خلاص هموت من بعدك. وبعد ما اتجوزتي قلت لنفسي إني خلاص لازم أنساكي، بس ما قدرتش أبدا يا جميلة. قلت له استنيت كل ده وما اتجوزتش ليه؟ لقيته ابتسم واتنهد بسعادة. قال لي الحمد لله، الحمد لله إني ما اتجوزتش. اتبسطت من جوايا بس ابتسمت. قلت له للدرجة دي؟ حط إيده على وشي وقال لي أكتر كمان. انت تعرفي أنا مبسوطة قد إيه؟ ابتسمت وقلت له قد إيه؟ ابتسم وقال لي قد البحر وقد السما ونجومها. وساعتها ضحكت. قال لي أنا بتمنى يا جميلة تحبيني زي ما بحبك. بصيت يمين وشمال وقلت له يمكن أنا فعلا حبيتك. بصلي بصدمة وقال لي يعني انتي بتحبيني؟ قلت له لسه أكيد حبك في قلبي هيكبر. لقيته قام وشني وفضل يلف بيا، قعد يضحك وفرحت قوي وكنت عمالة أضحك أنا كمان.
المهم مرت الأيام واكتشفت إن جمال راجل محترم فعلا، وبجد بيحبني وبيحترمني جدا، وأنا حبيته قوي قوي. المهم مرت الأيام وربنا كرمني بأجمل بنت في الدنيا، واليوم اللي رحت فيه وقلت لجمال إني حامل كان فرحان قوي وطاير من الفرحة، وطول الوقت وأنا بحمد ربنا على عوضه ليا، الحمد لله بجد. وبس كده، هي دي كانت قصتي. يلا نبدأ قصتنا التانية. بطل حكايتنا بيقول: أنا أدهم، عمري 26 سنة، مهندس بترول في شركة من أكبر الشركات، وخلال فترة شغلي اتعرفت على بنت في المحافظة اللي أنا شغال فيها، ومع الوقت اتطورت علاقة التعارف عشان تتحول لحب حقيقي. كنت حاسس بسعادة كبيرة لأني أخيراً لقيت نص التاني، وجي اليوم اللي اعترفت فيه للبنت بحبي ليها. كان اسمها ليلى. وقتها قلت لها إني بحبها جدا. ما اتفاجئتش أبدا من اللي أنا قلته، لأن كان واضح قوي لحب الليلة. حقيقي حبي ليها كان كبير قوي. اليوم اللي أنا اعترفت فيه لحبي ليها يوم ما كانش عادي أبدا، وما كنتش أعرف إيه اللي القدر مخبيه ليا. المهم في يوم من الأيام طلبت من ليلى إنها تحدد ميعاد عشان أروح أقابل والدها في البيت وكمان أتعرف عليه. ليلى وقتها ما كانتش مصدقة اللي أنا بقوله، كانت بتقول: ياه، أخيرا جه اليوم اللي أنا مستنياه بقالي كتير. ليلى ما ضيعتش وقت وعلى طول راحت لوالدها تقوله إن في شخص عايز يتقدم لها، والكل كان عندها في البيت فرحانين جدا لأن هي أول بنت ليهم وهتتجوز كمان. المهم جه اليوم اللي اتحدد فيه المقابلة، وكانت الأجواء كلها جميلة وليلى فرحانة قوي، والكل حاسس بسعادة ملهاش حدود. المهم اتفقنا على اليوم اللي هجيب فيه أهلي عشان أطلب إيد ليلى ونحدد فيه الخطوبة. المهم تاني يوم جالي تليفون بإن أمي عاملة حادثة جامدة جدا والإصابة كانت كبيرة. حسيت وقتها إن قلبي وقف عن النبض، وكأن حياتي وقفت في اللحظة اللي سمعت فيها الخبر ده. وعلى طول اتصلت بليلى وقلت لها اللي حصل، ورحت بسرعة على المستشفى عشان أطمن على أمي. لقيتها في حالة خطيرة وعندها كدمات وكسور في أجزاء من جسمها، وما كانتش الكسور هي المشكلة الوحيدة. المشكلة إنها كانت في أعضاء حيوية من الجسم، والأماكن دي اتصابت. وضعها كان صعب قوي. فات يومين بالظبط وتوفت. وقتها جالي اكتئاب. ليلى حاولت كتير جدا إنها تساعدني وتقف جنبي، لكن تعلقي الشديد بأمي مفيش أي حد قدر يرجعني لحالتي الطبيعية أبدا. كنت بصحى كل يوم من نومي وأنا ببكي، ومرت الأيام والشهور وأنا على نفس الحال. اضطريت إني أروح شغلي، ولكن حالتي ما كانتش اتحسنت أبدا. ومر 3 شهور على وفاة أمي، وفي الوقت ده اتقدم شخص لليلى، وأبوها كان وافق طبعا لأني ملحقتش أحدد ميعاد ولا حتى حاولت أرجع أحدد ميعاد للخطوبة. وفي الآخر باباها وافق على الشاب اللي متقدم لها، وبالرغم من رفض ليلى لكن اتخطبت. والاتفاق كان الخطوبة لمدة 1 سنة وبس، ومن بعدها هيتم الجواز على طول. قررت ليلى خلال فترة الخطوبة إنها تخلي الشاب يكرهها لحد ما يسيبها وينهي الخطوبة. وطبعا أنا عرفت كل اللي حصل من صحاب مشتركين، لكن كنت لسه متأثر بوالدتي جدا. وبعد حوالي 8 شهور اتحسنت ورجعت لحالتي الطبيعية من تاني، وعمري ما نسيت ليلى لحظة واحدة. حسيت وقتها بالندم لأني ما كملتش خطوبتي بيها وسبتها لحد ما جه شاب تاني وأخدها مني. المهم في يوم كنت بتمشى وشفت ليلى. طبعا كنت عارف إني ما أقدرش أتكلم معاها لأنها كانت بنت بالنسبة لي مخطوبة لشخص تاني. وساعتها ليلى بصت لي وعيونها مليانة دموع ومشيت. وعرفت بعدها إن ليلى سابت خطيبها وكلمتني على طول وحكت لي كل اللي حصل. وبصراحة ما كنتش عايزة أضيع الفرصة أبدا من إيدي مرة تانية، ورحت لوالدها وتمت الخطوبة. وحسيت وقتها إن ليلى هدية من ربنا بعد رحيل والدتي. ومر على الخطوبة 1 سنة وبعدها اتجوزت أنا وليلى، وعايش أنا وهي حياة سعيدة الحمد لله. وبس كده، هي دي كانت قصتي. انتهت قصة النهاردة، واستنونا في فيديو جديد. مع السلامة.